أولاد حنفي السيد في خطر، وده عنوان الفيديو. وفعلا يعني شكلا وموضوعا ولاد حنفي السيد في خطر. لما تكمل الفيديو وتفهم المعاني اللي داخل الفيديو هتعرف ان أولاد الإعلامي حنفي السيد في خطر، والخطر ده من ناحية أبوهم. يلا بينا هنكمل الفيديو، ويا ريت نشاهد ونتابع ونفهم الفيديو بأدق التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده ملم بكل أحداث الترند بتاع الأستاذ حنفي السيد، والكل متابعين ومشاهدين حنفي السيد اللي هم دخلوا عندي على الفيديو اللي أنا عملته طبعا، وبيقولوا لا أنت مقتص جزء من الفيديو، وطلبوا مني إن أنا أخش على قناة الإعلام حنفي السيد اللي هي على اليوتيوب. فأنا دخلت على القناة، ما رفضتش لأي حد طلب طبعا، وشفت المقدمة ان فعلا بيقدم الاستاذ حسن، وان دي قصة وقصة واحد من الناس. بس انا كمان بطلب من حضراتكم ان انتوا تروحوا تشاهدوا على قناة حنفي السيد على التيك توك، صفحة الاستاذ حنفي السيد على التيك توك. لا احنا اقتصينا اجزاء، ولا احنا نزلنا فيديوهات ليه، ولا احنا كنا على علم بالفيديو اللي نزله على اليوتيوب منزله لمشاهدينه، ولكن ان انا اقتصي جزئيه اللي هو بيتكلم فيها وبيقول انا اللي موتت اولادي بايدي، وانا اللي غسلت اولادي الثلاثه، وانا اللي دخلت عليهم المستشفى لقيتهم مترصصين جنب بعض، وانا كمان دفنتهم في قبر واحد مع بعض، انا السبب في موت اولادي. الجزئيه دي هو اللي مقتصها من الفيديو اللي على اليوتيوب ومنزلها على التيك توك على صفحته الرسميه على التيك توك. يعني ما اعتقدش ان ممكن حد يقتصها يعني ويروح ينزلها له على صفحته الرسميه اللي هي على التيك توك، هو منزلها على التيك توك. وبما ان حضراتكم عارفين اللي بيشاهدوا التيك توك ما لهمش علاقه باليوتيوب وما لهمش علاقه بالفيسبوك الا نسبه قليله جدا، فالجزئيه اللي شاهدتها الناس على قناه او منصه الاستاذ حنفي السيد على التيك توك هي الجزئيه اللي بتبين وبتاكد ان كل الكلام اللي قاله حنفي السيد ما هو الا على اولاده، وما هي الا واقعه من بطن او من قلب الحقيقه. فاحنا ما اقتصناش اجزاء، او حط الجزئيه دي على التيك توك وروج بيها، وعارف ان التيك توك سريع الانتشار، فيديوهاته سريعه الانتشار بسرعه البرق. فالغرض هنا والقصه هنا عشان نطلع احنا نتكلم وناخد الجزئيه اللي هي على التيك توك. طب انا لما شاهدت ما شاهدتش انا على اليوتيوب، انا جابني الفيديو صدفه على التيك توك، واحد من الناس نزله على قناته، خده من عند حنفي السيد، وحنفي السيد انا خدته من عنده، وواحد تاني خده من عندي، والفيديو تروج بشكل كبير على التواصل الاجتماعي، وفيديو حقيقي مش مزيف ولا متقطع اجزاء. الفيديو ده محطوط متعمد من الاعلامي حنفي السيد على التيك توك عشان الفيديو ياخد شهرة كبيرة، يتروج بشكل كبير، ينتشر بشكل سريع، وبعد كده يطلع يعتذر يقول لا انا اولادي بخير والحمد لله، ومتابعينه لا ده في مقدمة للفيديو بيقدم فيها طبعا صاحب الواقعة اللي هو موجه في التربية والتعليم الأستاذ حسن. فالقصة والحدوتة يا سادة محترمين، تاني بأكد لحضراتكم ان القصة دي نتمنى من الله يعني ان ده يكون درس ليه وما يفولش على اولاده. ربنا يحفظهم له في البداية وفي النهاية، وربنا يحفظ اولادنا جميعا واولادكم. بصراحة يعني ترند كان بايخ جدا في منتهى الانانية، يعني ان واحد يتمنى ان اولاده يكونوا في الصورة دي، واقتص جزء وانزله على منصتي التانية على اليوتيوب. انا بقول انا اللي موتت اولادي، انا اللي قتلت اولادي، اولاد الثلاثه ماتوا، اولاد الثلاثه انا رحت المستشفى لقيتهم جنب بعضيهم، وانا اللي غسلتهم وانا اللي دفنتهم. الناس ما فهمتش حاجه يا استاذ حنفي غير ان ده حقيقه شكلا وموضوعا. ناس مالهاش علاقه باليوتيوب، مشاهدين التيك توك مالهمش علاقه باليوتيوب. فانا مش طالع ابرر لحضراتكم، ولكن انا طالع باكد على حضراتكم عشان الناس بتكتب في التعليقات انت مقتص جزء من الفيديو. احنا ما اقتصناش اجزاء، احنا خدنا الفيديو زي ما هو من على التيك توك، وبعد ما حضراتكم نشدتونا وكان فات الاوان وكان وصل للي هو عايزه طبعا، والفيديو حصل على 4 مليون مشاهده على التيك توك، طالعين يقولوا لنا لا الفيديو الاصلي على اليوتيوب. لا ده مش الفيديو الاصلي يا استاذ،
ده الفيديو المقصود، الفيديو المقصود اتباعه على اليوتيوب بعد ما تشاهدوا الفيديو اللي على التيك توك. يا رب الرسالة تكون وصلت. احنا مش بنشكك في قدرات حد، ولا بندعي على حد بالباطل، ولا نتمنى الإساءة لحد. وما ينفعش ان انت تكون ماشي في طريق صح واجي انا اقول لك لا انت ماشي في طريق غلط. لا، ده انا كمان انت لو ماشي في طريق صح انا ممكن اتبعك وامشي في نفس الطريق بتاعك. ولكن ان انت تكون ماشي في طريق غلط وانا شايف انه غلط وكثير من الناس شايفين انه غلط، انا واجبي حتم عليا ان اقول لك الطريق اللي ماشي فيه غلط. والترند ده يا استاذ حنفي ما كانش من المفترض ان يتعمل شكلا وموضوعا يعني. اتمنى من الله ان اراكم في دوام الستر والصحه والعافيه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.